عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نعمل معاكم لقمة القاضي ولا اللقيمات ولا يقولوا لها زاد العوامة. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. كي العادة ما تنسوش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارتاجيو الفيديو مع حبيبكم واصحابكم، واللي يتفرج فيا اول مرة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد. وتو نبداو معنا في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات نتاع وصفتنا اليوم ساهلين على الاخر، لان خديت 400 غرام فارينه باش ناخذ عليها مغرفه كبيره نشا، مغرفه كبيره زيت، مغرفه كبيره سكر، مغرفه صغيره ملح، مغرفه ونص خميره نتاع خبز، ربع مغرفه خميره جاتو، وساشي سكر فاني. نعاود لكم المكونات: 400 غرام فارينه عليها مغرفه كبيره نشا، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره زيت، مغرفه صغيره ملح، مغرفه ونص خميره خبز، ربع مغرفه نتاع خميره جاتو كيما شفتوني على طرطوش المغرفه حطيت خميره جاتو، وعليهم ساشي سكر فاني، وبالطبيعه الماء حسب ما تحتاج المكونات نتاعكم والخليط نتاعكم. العجينه نتاعنا يلزمها تكون طريه ما تبداش يابسه، تبدا رخوه كيما عجينه الملسوقه تشوفوها من بعد القوام نتاعها كيفاش. ان شاء الله نخليكم المكونات مكتوبين في صندوق الوصف، مكونات ساهلين على الاخر كيما شفتوا لنا في الفيديو. المكونات كلها باش نحطها مع بعضها. اخر حاجه مغرفه الزيت هذيك باش نخليها اخر حاجه. المكونات كلها نزيدوها بشويه بشويه، الماء نزيدوه بشويه، ما تحطوش كميه كبيره باش تتحكموا في كميه الماء. كيما شفتوا الملح زاد كميه صغيره نتاع ملح، ما تكثروش باش ما تجيكمش عجينه مالحه، جوست شويه باش ما تجيكمش عجينه مسوسه. مغرفه صغيره وربع مغرفه صغيره نتاع ملح. لهنا العجينه نتاعي تو باش نخدمها شويه باليدين باش نوريكم الطريقه كيفاش تضربوها ضربين كيما عجينه الملسوقه بالضبط. تاخذوا العجينه نتاعكم تبداو تصبطوا فيها هكا شويه، جوست حكايه دقيقتين ثلاثه هكا، ما تاخذش منكم برشا وقت باش تجينا من بعد العجينه مقرمشه وبنينه وتجي فرد فورمه، يجيو الكعبات الكلهم كي بعضهم. نكملهم توا بالطريقه هذه، ومن بعد نغطيو العجينه نتاعنا ونحطوها تخمر على جنب حتى لين يتضاعف الحجم نتاعها. لازمها تخمر لنا بالكدا باش تجينا زاده انتيجه باهيه. توا كيما شفتوا غطيتها بالطريقه هذه باش نخليها على جنب، وتو نمشيو نحضروا مع بعضنا الشحور. بالنسبه للشحور خذيت لنا 350 غرام سكر، عليهم 300 مليلتر نتاع ماء ولا 350 مليلتر، قد السكر قد الماء. المهم تخليو السكر نتاعكم يغلي، تزيدوه عصره نتاع قارص، وتعملوا شحور نتاعكم عاقد ماهوش مرخوف على الاخر وماهوش عاقد زاده برشا كي البقلاوه، معناها شحور وسط. هذه العجينه نتاعي تو بعد ما خمرت وتضاعف الحجم نتاعها نحركوها بالمغرفه باش نطيحوا لها الخميره اللي فيها. وتو لهنا استعملت البوشادوي. بالطبيعه اذا كان ما عندكمش الساكا بوش هذايا تنجموا تاخذوا ساشي عندكم تحطوا فيه العجينه نتاعكم، بعد شدوه تنقبوه شويه من الطرطوشه نتاعو من جنب وتعملوا بنفس الطريقه. لهنا توا الزيت نتاعي سخون بالكدا، ناخذوا المقله ونحطوا فيها كميه باهيه من الزيت باش يتغموا الكعبات نتاعنا، ونسخنوا الزيت نتاعنا. ولهنا تقعدوا تهبطوا بشويه وتقصوا بالمقص باش يجيكم كعبات مستويين، وديما المقص غطسوه في الزيت باش ما يلصقلكمش في العجينه. هذوما المراحل ساهلين على الاخر، والكونتيتي هذه راهي تطيح لكم برشا، تطيح لكم بالكدا بالكدا معناها. كمل الكعبات نتاعي كلها بنفس الطريقه كيما تشوفوا، كل مره المقص نتاعي نغطسه في الزيت ونقص. ما تعملوهمش كعبات كبار برشا باش يجيكم مزيانين، هما الحلاوه نتاعهم في خاطرهم صغيرين هكا ومزيانين. وصدقوني رسات بنينه على الاخر وناجحه 100%. ما نعطيكم رسات الا ما نبدا مثبته منها ومجربتها وعارفتها اللي هي ناجحه ومضمونه 100%. لان تقعدوا تحركوا فيها بالكدا باش يتحصلوا على لون مزيان وباش يتم كلهم فرد وقت. وبالطبيعه لهنا طول نهزوهم من الزيت نحطوهم في الشحور نتاعهم. الشحور نتاعي بالطبيعه راهو طاب وبرد، هما سخونين والشحور يبدا بارد، ديما العكس بالعكس. كيما تشوفوا لهنا نهزهم طول ونحطهم في الشحور باش نخليهم حكايه دقيقه دقيقتين في الشحور. ريتوا لهنا كيما عملت مع المقروض بالضبط، معناها نحطوا الكعبات نتاعنا يتشحروا ونمشيو نحطوا كعبات اخرين، كي نكمل نحضر الكعبات الاخرين ونحطهم يقعدوا يطيبوا وانا نمشي نحي الكعبات هذوك ما مشحور. ان شاء الله فهمتوني. المهم خليهم يقعدوا في الشحور دقيقه ولا دقيقتين يتشحروا بالكدا ويتعب الوسط نتاعهم بالشحور كيما كعبه المخارق نتاعنا، معناها تبدا الكعبه تبدا معبيه بالشحور وغاصه في الشحور بالكدا. لهنا تو باش نكمل الكعبات اللي عندي كلهم بنفس الطريقه. صدقوني تعملوا عليهم جو راهم بالكدا بالكدا، ما همش متعبين في سما يحضروا ما يقلقوش في التطيب نتاعهم. كيف تنجموا تستعملوا دبوزه بلاستيك تعبيوها بالخليط وتجيو للختام تاع الدبوزه تنقبوه
تنقبوه معناها بالكدا بالسكينه، ومن بعد تهبطوا الخليط نتاعكم زاده كيف كيف بالدبوزه، تنزلوا على الدبوزه الخليط يهبط وتقصوا بالمقص بنفس الطريقه. لهنا تو الكعبات نتاعي بعد ما قعدوا في الشحور بالكدا بالكدا، شوفوا محلاها كاللمعه اللي فيهم. الشحور نتاعكم علاش قلت لكم ما تعملوش خفيف برشا، باش تقعد الكعبه محافظه على اللمعه نتاعها. اذا تعملوه خفيف برشا ما تحافظش على اللمعه نتاعها وتجيكم كعبه مرنخه مبلوله اما ما فيهاش لمعه. فهمتوني كيفاه؟ الشحور نتاعكم طيبوه معناها حكايه درجين ربع ساعه حتى لين يبدا القوام نتاعو متماسك شدد روحه وماهوش عاقد على الاخر للي الكعبه تلصق في بعضها. هذا هو السر معناها نتاع الشحور. لهنا كملت الكعبات الاخرين زاده كيف كيف باش نهزهم، وبالطبيعه باش نواصل نحضر الكميه نتاعي الكل، مش نكمل نصور معاكم باش يطول عليكم الفيديو برشا. وهكا كان الشكل النهائي نتاع العوامات نتاعنا ولا لقمه القاضي. حاسيلو مزيانين يهبلوا يعملوا الكيف. وهذا هو الفيديو متاع اليوم، وهذه هي الرسات. ان شاء الله تعجبكم يا ربي، وان شاء الله تجربوها، وان شاء الله المتتبع اللي طلبت مني الرسات تشوف الفيديو ويعجبها وتجربها وتعطيني رايها زدا في الفيديو. هذه كعبه من الوسط حبيت نوريها لكم كيفاش من داخل تبدا فارغه وتبدا معبيه بشحور، ما تبداش معجنه، فيها تقرميشه هكا باهيه بنينه مزيانه. حاسيلو نودكم وما نشهيكم بالحق، ان شاء الله تجربوها. خلطت معاكم للنهايه نتاع الفيديو، ما تنسوش باش تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومنتير مزيان وتبارطاجيو الفيديو مع حبيبكم واصحابكم. واللي يتفرج فيا اول مره وخلطت معايا للنهايه نتاع الفيديو نقول له مرحبا بيك، شرفتني ونورتني. ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بالناس الجدد الكل اللي دخلت معايا للقناه، فرحانه برشا بوجودكم في حياتي. القناه قاعده تكبر بكم، القناه تكبر نهار بعد نهار. حاسيلو خلطت معاكم للنهايه نتاع الفيديو، مبقالي كنشوف لكم بسلامه وفي امان الله. نتلاقى معاكم ان شاء الله فيديو اخر ووصفه اخرى، وبسلامه.